السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا على فيديو جديد، ومرحبا بكم على القناة. إلا كنتوا جداد على القناة مرحبا بكم، ونتمنى إلا كنتي جديدة أختي تشتركي في القناة وتديري لايك وتكتبي لي كومنت، فضلا وليس أمرا، تشجيعاتكم أخواتي. هنايا جيت نشارك معكم الطريقة ديالي في سلو، واحد الطريقة اللي كتجي جد رائعة، وأنا متأكدة إلا جربتوه إن شاء الله غادي يبقى معتمد عندكم وتبقاو ديروه ان شاء الله في اي مناسبه. ما وجدتوهش هذا العام توجدوه للعيد ولا توجدوه لاي مناسبه. المهم عذروني، انا هذا العام شويه مرضت وكنت مشغوله شويه، داكشي علاش حطيت لكم الوصفه معطله، ولكن ساهل، طريقه سهله، والكميه ماشي كبيره بزاف. عندي هنايا درت نص كيلو ديال الدقيق. في الكوكوت اول حاجه كنحمر الدقيق. الدقيق كنديرو في الكوكوت، ما صورت لكمش من الاول، ولكن يعني طريقه سهله. كديرو في الكوكوت عندي كندير نص كيلو، كنبقى كنحمر كل مره نص كيلو الا بغيت ندير كميه كتيره. هنايا بالنسبه ليا انا ما درتش بزاف مهم، ولكن من الأحسن تحمروا واحد شوية زايد على نص كيلو، لأن الطحين من بعد ما كيتحمر كتغرب ليه كتنقص شويه الكميه ديالو. المهم كديري حنا كنحتاجو غير نص كيلو، ولكن كتحمري اكثر من نص كيلو باش يجيك هو هذاك. بعد ما حمرتو غربلتو مزيان، الطحين غربلته مزيان وخليته. رجعت للجنجلان، الجنجلان خديته من الدئام، غسلته في الماء وحمرته في الفران كما كتلاحظوا، ونقيته لان الجنجلان فيه شويه ديال الوسخ، مع الاسف خاص ضروري يتنقى. هنايا عندي كيلو ونص ديال الجنجلان، وعندي كيلو ونص ديال اللوز. بالنسبه للوز بحال المهم نقيته وحمرته في الزيت. درت يعني حمرته في المقله، الزيت كتكون بارده، كنقليو الزيت ديالنا حتى كياخد اللون الذهبي اللي بغينا، حتى كيتحمر مزيان. بالنسبه للجنجلان كنت حمرته في الفران. هنايا منين جيت نجمع المكونات عاودت سخنته شويه في المقله باش يجيني ساهل، وكيكون سخون طري. خاص كلشي يكون طري باش كيجينا سلو، كيجينا بنين. سخنته واحد شويه في المقله باش نطحنو ويجيني ساهل، وكما قلت لكم يتصهد غير واحد شويه وكطحنوه، كيتطحن عاوتاني بسهوله. وعندي الدقيق. بالنسبه للدقيق انا حطيت واحد الكميه ديال 350 غرام حتى ل 400 غرام. مهم ما غاديش ندير نص كيلو مره واحده، غادي ندير واحد شويه، وفي الاخر عاد كنزيد منين كنجمع المكونات عاد كنزيد الا بغيت نزيد في الدقيق، لان ما غاديش نستعمل في هاد المقادير، ما غنستعمل لا زيت ولا زبده، من غير الزيت اللي تقلى فيه اللوز كيجي في المقله مقلي. ما غاديش نقول لكم زعما هذه وصفه صحيه 100%، ولكن بغيتيه صحي اكثر كديريه في الاي فراير، كديري غير واحد معلقه زيت. ولكن هكا هاد الزيت هذه انا كتنفعني حتى كتساعدني باش نجمع، باش كنجمع يعني المقادير، وكيجي هو هذاك. بغيتي ديريه في الفران اولا ديريه في مقله ديال اي فراير مع معلقه زيت، كتشوفي في الاخر واش الا جاك قاصح كتزيدي، الا بغيتي تزيدي الزبده. المهم بالنسبه ليا هذه الطريقه اللي معتمده عندي، كتعكستي كديروا لينا وكيجيها ولا اروع. واحد السلو ما نعاود لكمش، مهم ضروري تجربوه باش تعرفوا على شنو كنهضر. صافي عندي سكر كلاصي، كنستعمل سكر كلاصي، عندي واحد 240 حتى ل 250 غرام السكر على حسب الذوق ديالكم. ممكن طبيعة الحال اللي بغات دير العسل دير العسل، ولكن ما كيجيش بحال كما الا درتي السكر. على الذوق ديالكم، والا كان الواحد ما يقدرش ياكل السكر طبيعة الحال اللي يدير العسل. وعندي هنايا نافع،
عندي القرفه، حبه الحلاوه والمسكه الحره، واحد 8 د الحبات هكا صغيورين ديال المسكه الحره، غادي ندقهم مع السكر وشويه د الملحه. الملحه خاصها تكون رقيقه، اولا الا ما كانتش رقيقه حتى هي كتدقوها واحد شويه اولا كتمعسوها واحد شويه. وفي الاخر كنغربلوهم عاوتاني كلشي. مكونات كلهم بالنسبه للنافع والقرفه وحبه الحلاوه مغربلين. النافع وحبه الحلاوه صهدتهم في المقله، كيتنقاو كيتصهدوا واحد شويه في المقله وكنطحنوهم وكنغربلوهم حتى هما. بالنسبه للمسكه الحره كنبقى كنمعسها هكا في واحد الزليفه غير صغيره، كتمعسوها مزيان مع السكر. كتكتري شويه السكر من الاحسن باش تجيك سهله، لان الا كان السكر قليل كتبقى كتلصق لك غير على ديك الزليفه الصغيره. المهم كتحاولوا معها حتى كتمعسوها مزيان وكتغربلوها، اولا كتخليوه حتى كتجيو تجمعوا كما درت انا وغربلت كلشي. هنا كما لاحظتوا زدت واحد شويه السكر وكملت معستها مزيان. بالنسبه للملحه درت لها نفس الطريقه، بقيت المهم كنمعسها مزيان حتى كترجع رقيقه، ومن بعد غادي نغربلوها حتى هي. الملحه الا كانت غليظه بعد ما كتجي كتاكلي في السلو تقدري يعني تحسي بها. من الاحسن هكا تكون رقيقه اولا كتزيدوا كتمعسوها مزيان كترجع شويه رطبه. صافي هنايا كندوز كنطحن المكونات. هاد الماكينه كتعاون بزاف الا كانت عندكم، او التيرموميكس حتى هو مهم. تيرموميكس طبعا راه هو احسنهم. انا عندي هذه ديال ليدل، حتى هي بحال تقليد للتيرموميكس. المهم انا خديتها على ود ماشي على ود الطياب. الترموميكس راه كيطيب حتى هذه كطيب، ولكن انا خديتها على ود هذا الشيء ديال باش نطحن باش نبرد قلبي في الطحين. فاش كنجي كنطحن الحاجه، طحني اللوز ولا طحني الزراع ولا طحني اي حاجه هكا قاصحه وكميه كثيره، كنت كنلقى صعوبه. الماكينات كاملين كيجيوني صعابين باش نطحن شي حاجه هكا وزعما وتسربيني ونكون مرتاحه. المهم هنايا هاد اللوز هنا درت نص كيلو هرمشته. نص كيلو كيتهرمش. بغيتوه غليظ على هكا كديروه غليظ على هكا، بغيتوه رقيق كاين اللي كيبغي اللوز يبان في السلو شويه غليظ تقدري تخليه غليظ. المهم نص كيلو مهرمش ونص كيلو غيتطحن مزيان. دابا هذا نص كيلو الثاني، ماشي نص كيلو عفوا، الكيلو غادي نطحنو مزيان حتى يطلق الزيت ديالو مزيان. بالنسبه للوز راه كيتطحن بسهوله لان كتكون فيه ديك الزيت اللي تقلى فيها، وكيساعد حتى الماكينه يعني باش كيبقى كيدور في الماكينه وكيتطحن بسهوله. بالنسبه للجنجلان غادي نهضروا عليها منين نوصلوا ليه ان شاء الله. صافي كنسد على الماكينه وكنخليها حتى كطحنوا. كما كتلاحظوا راه كتردوا بحال الزيت، كما كتلاحظوا كيطلق مزيان الزيت ديالو، كيرجع القوام ديالو كريمي كما كتلاحظوا. وهذا هو اللي كيجمع لينا العجينه، يعني القهوه ماشي العجينه عفوا، الدقيق ديال سلو. صافي كندوز للجنجلان. هنايا بالنسبه للجنجلان ديروا من الاحسن نص الكميه الا كانت الماكينه المهم نتوما غادي تجربوا. من الاحسن انا كنصح ديروا نص الكميه طحنوها عاد ديروا كميه ثانيه، لان ما كيتطحنش بسهوله بحال اللوز، لان اللوز فيه الزيت وهذا ما فيش الزيت. صافي انا درته كامل الصراحه، ما بغيتش نقول لكم ديروه كامل نخاف على الماكينه ديالكم انا درته كامل وعطيته الوقت وطحنته شويه بشويه. كنطحن وكنخلي الماكينه ترتاح شويه وكنعاود عاوتاني نشعلها. صافي هنايا غادي نجمعوا المكونات. عندي الدقيق وعندي اللوز اللي مهرمش، الجنجلان واحد نص كيلو خليته صاين ما طحنتوش. كاين اللي كيبغي يهرمشوا واحد شويه، بغيتو تهرمشوا واحد شويه تهرمشوه، انا خليته هكاك صاين. حبه الحلاوه والنافع، القرفه. مكونات غادي نكتبهم ان شاء الله تحت الفيديو. هنايا السكر كلاصي،
حتى هو مغربل. وهذا هو القوام ديال اللوز كما كتلاحظوا. اللوز اللي طحنا، عندي هنايا كيلو د اللوز، الجنجلان صافي. هنا غادي نزيد المسكه الحره، غنغربلها. من الاحسن يكون الغربال يكون رقيق. وصافي هذا هو هادو هما المكونات يعني اللي كندير في هاد السلو. كما قلت لكم راه كيجي هو الاروع، وضروري ان شاء الله الا جات الفرصه ضروري تجربوه، غادي يعجبكم بزاف. بالنسبه للدقيق البنات ما كنديروش كامل في الاول، كندير واحد شويه ومن بعد كنزيد. يعني كتكون عندي نص كيلو، كنضرب الحساب ديال نص كيلو حتى حتى 550. المهم انا خدا معايا بالضبط نص كيلو 500 غرام. نتوما على حسب راه الزيت، على حسب اللوز واش غيطلق الزيت بزاف، وعلى حسب الجنجلان واش غيطلق الزيت بزاف. المهم الدقيق من الاحسن ما ديروش كامل من الاول. الا كنتو غتزيدوا طبيعه الحال الزبده الا كنتو غديروها كديروا الزبده نوازيت من الاحسن. كتاخذوا بوطه هذيك اللي كتكون صفراء عندنا هنايا من الاحسن، وكديروها في واحد الكاسرونه، كتخليوها على نار مهيله حتى كتشرب ديك الحليب، ما كيبقاش باين وما خاصهاش تحرق. يعني نار مهيله، تخليها على نار مهيله تقبليها وفي كاسرونه حتى كتبان لك ديك الزبده ما بقاش فيها الحليب. كترجع شويه صفراء ولكن ماشي مغموقه، يعني محروقه. الا كانت محروقه تعطيك عاوتاني المروريه. كتسمى الزبده نوازيت. كنظن راه اغلبيه البنات راهم عارفينها. الا كنتو غتزيدوا الزبده يعني كنعطيكم النصائح. الا كنتو غتزيدوا الزبده، الا كنتو غديروا كما درت انا ما بلا زبده بلا زيت، راه هذه احسن طريقه. و كل واحد والذوق ديالو طبيعه الحال، كل واحد على حسب الذوق ديالو، على حسب الامكانيات والقدره ديالو. صافي كما لاحظتوا هنايا ضفت الباقي ديال الدقيق، المجموع كامل نص كيلو. وهذا هو القوام اللي عطى لي كما كتلاحظوا. بالنسبه للسلو راه كاين اللي كنعرف الناس كيبغيو ياكلوه ناشف، كاين الناس كيبغيوه ناشف، وكاين الناس كيبغيوه معلق. راه الاذواق كتختلف وكل واحد والذوق ديالو. المهم نتيا كتصاوبيه. هذه غير فكره، انا كنعطيكم فكره والانسان كيصاوبو على حسب الذوق ديالو. يعني كديريه معلق ولا كديريه ناشف، المهم تحضريه على الذوق ديالك ويتكال. هادشي هذا ما كان. المهم انا كما لاحظتوا من بعد ما جمعتو هذا هو القوام ديالو. بغيتو تزيدوا اللوز مهرمش، كتزيدوا اللوز مهرمش. راه واخا كتضيفوه من بعد ما كاين حتى مشكل، تقدروا تضيفوا اللوز مهرمش، تقدروا تضيفوا الجنجلان الا بغيتوا تقدروا. المهم القوام ديالو هو هذا، كيجي معلك. يعني ما كيجيش مزيت بزاف وما كيجيش ناشف، المهم كيجي معلك. احنا هكا كيعجبنا في الدار، هكا كناكلوه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. كنشكركم بزاف والى فيديو اخر.